ستوري احمد فتوح ديت بتثبت لي ان هو لاعب بلا عقليه، بل وكمان عقليه احمد فتوح دي ما حصلتش لاعب ناشئ، لان اللاعب الناشئ بيفكر احسن منه. هتقول لي ليه؟ مثلا هقول لك ان اللعيب راح نزل صوره وهو قاعد بيلعب درامز، راح الجمهور طالع مهاجمه، اللي هو يا اخي ركز بقى، يا اخي ايه اللي انت بتعمله ده، يا اخي فوق. راح البيم نزل لك ستوري يقول لك ايه ده كان فرح اختي وانا مش عارف ايه، والناس اللي عايزه توقع ما بيني وبين جمهور الزمالك. لا يا فتوح، هو مفيش حد عايز يوقع بينك وبين جمهور الزمالك، هو لو في حد عايز يوقع فهو انت، لو في حد عايز يوتر علاقته بجمهور الزمالك وبنادي الزمالك فهو انت لسه حاصل لك مشكله في الساحل بتاع حوار الحفله، وان انت النادي اصلا غضبان عليك، النادي اصلا بيحاول يدورك على بيع او اعاره عشان خلاص الناس ما بقتش طايقاه، وفي نفس الوقت كمان الجمهور كان بيهاجمك، تروح انت جاي في عز الهجوم ده تروح منزل صوره حتى لو الصوره قديمه، ما طبيعي يا ابني الجمهور هيهاجمك، فانت كده اللي عايز تعمل اثاره جدل عليك، انت كده اللي حابب شتيمتك او ان الجمهور يبقى بيهاجمك، ده انت حابب كده تشوف دوت. المفروض اللاعب العاقل بيعمل ايه؟ انا الفتره ديت بتهاجم والعين عليا، يبقى ما نزلش حاجه مستفزه، ما نزلش حاجه عصب بيها الناس وعصب بيها الجماهير، الم نفسي. لكن طبعا فتوح لا، مفيش الكلام دوت. ففتوح انا عارف بعد 5 سنين هنطلع كلنا نقعد نقول ايه، كان عندنا لعيب حريف ولكن ضيع نفسه، كان عندنا لعيب حريف لكن ما استغلش موهبته، كنت فين من زمان. ويجي بقى وعنده 32 سنه يعمل له موسمين حلوين، نقعد نقول يا اخي ده انت ضيعت، يعني كنت حرمتنا من موهبتك. ففي الاول وفي الاخر يا جدعان، العقليه ثم العقليه ثم العقليه، بعد كده نتكلم في موهبه، لان اديك شايف الموهبه هي بتبقى موجوده واللعيبه دماغها تعبانه، فطالما دماغها تعبانه يبقى مش هيطلع اصلا 20% من الموهبه بتاعته ديت.